ازيكم اخواتنا، عاملين ايه؟ النهارده اول فيديو لينا في قناه الخفافيش، فقلنا نتكلم عن فيلم الجوكر بما انه لسه نازل وعامل ضجه. النهارده هنتكلم عن فيلم الجوكر الجزء الثاني اللي بيكمل احداث فيلم الجوكر الجزء الاول بعد ما قتل المذيع وهو بطل جثام. خلونا اول حاجه نتكلم عن شخصيه هارلي كوين في الفيلم، واعتقد ان محدش فينا حب الممثله بسبب انها اخرها تغني، وهي كاداء تمثيلي مش كويس. كان ممكن مثلا يجيبوا ايما ستون، كانت عملت الدور احلى من كده. تاني حاجه الاغاني كانت اوفر زياده. يمكن محدش حب الفيلم كفيلم موسيقي لان اول مره يعملوا من فيلم من مارفل او دي سي موسيقي، فمحدش متعود على الفكره ولا هي مستحبه اصلا. ومن سلبيات الفيلم برضو ان اي كلمه بتتحول لاغنيه، كانت ممكن تطلع بحوارات عظيمه، لكن انت بتقتل كل ده بالاغاني. يعني مثلا انتوا لو كنتوا عايزين تعملوا تغيرات في الجزء الثاني، كان ممكن يخلوها مشابهه شويه لفكره السايكوباتيه، كاره المجتمع اللي بيخرب كل حاجه قدامه. فلو كانوا زودوا المشاهد اللي زي دي كانت هتبقى حلوه. حد هيجي مثلا يقول لي طب ما هو طول الفيلم محبوس، هقول لك انهم كانوا ممكن يستغلوه لما المحكمه اتفجرت، وهنا بقى تبدا شخصيه الجوكر الجنونيه، ودي اللي حبيناها بسببه اصلا في الجزء الاول. لكن مثلا لما يجيش في نهايه الفيلم بانه يرجع للسجن تاني ويقتلوه، دي مستحيل تكون نهايه مناسبه ليه، والا كانوا عاتبوه من الاول بقى. خلونا نتكلم عن شخصيه الجوكر، واعتقد ان اي مشهد لخواكين لوحده الصراحه من غير ليدي جاجا كان بيبقى عظيم، زي مشهد المحكمه لما طرد المحاميه. طيب بالنسبه بقى لبدايه الفيلم، بيجيب لنا الجوكر وهو في شخصيه كرتونيه بيغني وبيرقص، وفي اخر المسرحيه بيجي ظباط بيضربوه. ده نفس اللي حصل معاه طول الفيلم. طيب هنيجي لمشهد المحاميه بتاعته، وهنا هي بتحاول بقى تثبت له انه مريض نفسي علشان ينتقل لمصحه نفسيه، وبعد ما يتعالج يخرج، ده بدل الاعدام لو اثبتوا انه مش مريض نفسي وعنده انفصام في الشخصيه زي الممثل ادوارد نيرتون في فيلم برايمر فيل. وهتلاقوا في معظم محاكماته بيسالوه اذا كان الجوكر ده شخصيه انفصاميه مختلفه عن ارثر فليك، مثلا عنده وسواس قهري بيقوده لاعمال جنونيه زي انه يقتل مذيع مثلا في الجزء الاول، وده كان السبب الرئيسي في انه يتحول لوحش في عيون المجتمع. وبنلاحظ بقى ارثر فليك بيعاني من اضطراب هستيري بيخليه يضحك في اوقات ما ينفعش فيها الضحك، زي مشهد المسرح في اللي في الجزء الاول، وده كان بيتسبب في ضربه احيانا وبيزود عنده الاضطراب النفسي. حتى هتلاقوه في مشهد بيضحك فيه لكن بيعيط في نفس الوقت، زي مشهد المطر لما كان في السجن. ومشهد تاني اللي بيحول الضحك لغضب لما سمع في الاخبار لما كان في السجن المذيع بيقول ان ارثر مجرم وعارف انه بيعمل ايه، بسبب انه قتل يعني 6 ضحايا، وبيكشف ان الجوكر مخترع شخصيه الجوكر دي علشان يتخلص من الناس براحته، هو بيتعصب ويبدا يضحك بهستيريا شديده. وهنلاقي ان نهايه الجزء الثاني مشابهه شويه لنهايه الجزء الاول، يعني ان في شويه مهرجين بيدعموه بيلبسوا نفس لبسه، هو بينقذوه في الجزء الثاني لما فجروا المحكمه الاخيره للجوكر. بعد ما كان فاقد الامل وحاسس انه عايز يعترف انه ما عندوش انفصام يعني، واللي قتل المذيع ده كان ارثر فليك مش الجوكر، وهو اللي برضه اللي قتله. ده خلى هارلي كوين تتغير معاه لانها كانت مش بتحبه هو، هي بتحب الجوكر. انها عملت حريقه في السجن علشان تبقى معاه، حريقه علشان تهرب معاه، وده بيثبت انها مش مجرد معجبه بيه، لا دي مريضه نفسيه زيه. ويمكن ده السبب ان الجوكر لقى حد شبهه وبدا يحبه. هي كانت بتكدب عليه برضه في حوار المحاميه لانها عايزه الجوكر مش ارثر فليك المضطرب نفسيا، بس بعدها عرف انها كدبت عليه عشان يشوفها مضطربه زيه ويحبها. كانش متوقع انه لما يقول انه ارثر فليك مش الجوكر ده هيغضبها وهيكون في سبب تخليها عنه، لانها كانت مؤمنه بانه هيطلع من السجن بكره بسبب انه مريض نفسي شبهها، زي ما كانت مهووسه برضه بفكره الجوكر. وهنا نهايه الفيديو يا رجاله، وتقييم الفيلم الصراحه 5/10، وبعرفونا برضه رايكم في الكومنتات. وفي نهايه الفيديو اعملوا لنا سبسكرايب للقناه عشان ننزل لكم حاجه جديده. الفيديو من كتابه عمر عبد الشافي، مونتاج يوسف سمير، فويس اوفر محمد الجمل. السلام عليكم.